برضك كده عكس كده تقومي جايه معيطه كده في نص الشارع كده. ده قال لي قطه. لا كده بقى، انت قلت لها قطه ليه بقى؟ ليه كده نغلط؟ لا ده انت كده بقى مش محترم بقى كده خالص بقى الصراحه. كده بقى انت كشف طب كده في نص الشارع، مش عيب كده وانت الدكتور عشان تعمل لها كده في نص الشارع؟ لا ده انت مش محترم كده وتشتمها بالقطه كمان. ده احنا ما نستحملكش بقى كده خالص بقى. انت ما عندكش قطط صغيرين ولا ايه يا عم انت؟ لا عندي دي. افتح محضر يا ابني، قول اللي شفته. سلام عليكم حزابت. اللي انا شفت حزابت الست دي هي كانت ماشيه في الشارع كده لوحديها، اما جت كده فجاه كده صوتت خالص وكانت متشحتفه كده على الاخر. والراجل ده هو انا حزابت كان ماشي وراها عمال كده يعني يبص لها كده بصه كده يعني مش ولا بد، وقام جاي كده لا مؤاخذه قام جاي متحمرش بيها كده خالص، وهي قعدت تضربه كده مدت ايدها عليه يعني. هو قصده اتحرش بيا. ايوه يا حزابت قام جاي كده متحرش بيها. حزابت انا هسألك سؤال يا حزابت، انت مش تعرف سيادة الريس؟ الرسالة دي بقى مش سيادة الريس، الرسالة دي لكل شباب مصر. لكل شباب مصر دولي اللي قاموا بثورة عظيمة، ثورة 25. الشباب دولي حضرتك اللي في يوم من الأيام هيبقى في واحد فيهم هو سيادة الريس. الشباب دول بيمشوا ورا البنات حزابت بيجروا كده يقوموا جايين يتحمرشين بيهم. ليه؟ يتحمرشوا بيهم كده؟ دي مش اختك؟ امال دي ايه؟ امال دي ايه؟ امتى بقى كده يا جماعه كده؟ امتى كده كلنا بايد واحده كده مع بعضينا كده زي انا والقطه كده نمشي كده في الشارع كده ماسكين ايد بعضينا نقول ايد واحده كده هوبا؟ ده كده ما يصحش خالص نمنيه كده اهون نعمل كده اهون في بعضينا. ده كده كتير وحرام. حزبت انا هسألك سؤال واحد كده ما فيهاش زعل يعني بينا وبين بعض شباب مع بعضينا. حزبت انت تحب حد كده يتحمرش بيك؟ بدك كده ما يصحش كده يوم جاي كده شتمها بالقطه؟ انت كده يا جماعه نحب بعضينا كده ونمسكوا في ايد بعضينا بقى. بص بقى يا بنت الناس، دلوقتي قدامك حل من الاتنين، يا اما نكمل المحضر بقى ونخش في سين وجيم وقضيه وبكده تبقي بتجازفي بسمعتك كبنت، يا اما تتنازلي بقى وتسيبوهن احنا نتعامل معاه بطريقتنا.